التكرار يعلم الشطار، ده حقيقي، لكن مش في الرواية يا عزيزي. خلينا بس نتفق ان الخطأ ده كلنا بنعمله، سواء ان انت النهاردة اول يوم تكتب رواية او بقالك 15 سنة. والتكرار انا كندا بحب اقسمه لنوعين: حرفي وضمني. حرفي يعني مثلا انك بكرر نفس الكلمة شبه فجأة وكأنه، وفجأة دي انا هعمل لكم عليها فيديو كامل لوحدها، او جملة او تعبير. من الاخر كده حاجة عجبتك، زي ما انت تقول مثلا وسط الظلام في الظلال مش عارفة ايه، ولكن بتكررها كتير جدا في خلال الرواية. يا اما ان التكرار بيكون تكرار ضمني، وضمني هنا معناها ان الفكرة ذات نفسها هي اللي بتتكرر. فانا مثلا عايزة اوصل معلومة معينة شبه ان دلوقتي عشان نجيب المفتاح السحري ده محتاجين نعمل 1 2 3، بعد كده كرره في سرد، بعد كده كرره في حوار، بعد كده سرد تاني. هنا انت مش بتكرر الكلمة وانما بتكرر الفكرة هما المفروض يعملوا ايه. وهنا والنهاردة في النصيحة ال44 لكتابة الروايات احنا جايين نتعلم مع بعض هنحل المشكلة دي ازاي. اولا عزيزي الكاتب، لازم يكون عندك اصلا الوعي بان انت بتكرر. يعني ايه؟ يعني حاجة شبه مثلا الجملة او التعبير او ايا كان زي ما انت بتقول وسط الظلام. هنا انت ممكن تكون الجملة دي عجباك، ولكن انت فعلا مش مستوعب ان انت من كتر ما هي عجباك انت كررتها اكتر من 500 مرة. لازم يكون عندك الوعي ان انت بتكرر، مش فكرة ان هي عجباك او ان الجملة قوية. وعايزاك تحط دايما في دماغك ان انت كل ما الحاجة قلت كل ما كانت نادرة اكتر، كل ما كانت قيمتها اعلى. فعشان مثلا الجملة الحلوة بتاعتك دي تكون اقتباس للرواية بتاعتك مميز، مش المفروض ان هو يتكرر، بالعكس احنا عايزينه يتقال مرة واحدة بس. ثانيا، بعد ما انت بقيت مدرك ان انت اكيد مكرر حاجة في الرواية ايا كانت بقى هي حاجة من ايه بالظبط، استخدم الهايلايت. دي اكتر وسيلة ممكن اكون جربتها ونفعت معايا وبديها لكم على طبق من ذهب. لو انت بتكتب روايتك ورقي، وده مثلا عادة انا بفضله، خلي في ايدك هايلايتر. ولما تبدأ تلاحظ ان في كلمة او جملة او حاجة معينة انت بتكررها، علم عليها. ولو انت بتكتب الكتروني، فسواء انت بتتكلم على وورد او جوجل دوكيومنتس، بيكون عندك من فوق هايلايت، نقي منهم لون وخلي اللون ده يكون بتاع التكرار، سواء انك هتستخدم نفس اللون او اللون بشيدز بتاعته على الحاجات المختلفة. ثالثا ندخل لأهم مرحلة على الإطلاق وهي التعديل. ندى، لو أنا لقيت دلوقتي إن أنا فعلا مكرر في الرواية، أعمل إيه؟ لو أنا بتكلم على تكرار حرفي، فأنت قدامك أول حاجة تعملها إنك تحذف التكرار ده، سواء كانت جملة أو كلمة أو أيا كان. ثانيا، أرجوك لا تستهين بعلامات الترقيم. الفصلات من أكتر الحاجات اللي ممكن أقول عليها إن هي underrated، الكتاب ما بيركزوش فيها قوي، ولكنها مهمة جدا وبتحللك كمية مشاكل في التكرار رهيبة. بدل الكلمات اللي بتصل ما بين جملة وجملة اللي انت كررتها أكتر من 500 مرة، شيلها وحط فاصلة. ركزوا أكتر شوية في علامات الترقيم. ثالثا، المترادفات. من جمال اللغة العربية عن أي لغة تانية موجودة في العالم إن أنت نفس الكلمة ممكن يكون ليها مليون مترادف تاني. استخدم بالعكس، ده هيبين إن أنت كاتب شاطر جدا. طيب، ماذا لو إن أنا التكرار بتاعي ضمني؟ يعني احنا قلنا نفس الفكرة متكررة في حوار سرد حوار سرد. النصيحة الأولى بتاعتي ليك هي حطه في مكان واحد بس واحذف الباقي. طيب ماذا لو يا ندى ان انا دلوقتي مش عايز احذف كل ده؟ انا شايف ان كل موقف هو ممكن يكون متكرر فيه سنة، بس انا عايزه اشيبه. اعمل ايه؟ هقولك. فاكرين لما احنا قلنا ان احنا محتاجين نعمل 3 حاجات عشان نجيب المفتاح السحري؟ حط في المشهد الاول معلومة، في التاني معلومة التانية، وفي التالت المعلومة التالتة، والرابع احذفه خالص. وبعرف اصلا ان الحاجه الضمنيه متكرره عن طريق ان انا بحط جنب كل مشهد او حوار او سرد، على حسب بقى انت مقسم الموضوع في روايتك ازاي، كلمه هدف، وبكتب الهدف بتاعه. لو لقيت الهدف متكرر يبقى هو ده التكرار الضمني. وقبل ما تقولي هو معقول القارئ مركز قوي كده، يعني هقولك عزيزي الكاتب، احيانا القارئ مركز اكتر منك.
وحوار التكرار ده يبقى واحد من أكتر حاجات اللي بنبه عليها الكاتب كمحررة أدبية. احكي لي بقى عزيزي الكاتب، بعد ما سمعت مني النصيحة دي، لما رجعت تراجع روايتك لقيت كام تكرار؟